بركة الله مشاهدينا الكرام، هو المنافس الأبرز مع ارتباك يماني. هذه كرة تلعب، محاولة وخطورة، فرصة، ولكن دفاع يمني ممتاز خارج أرضية الملعب إلى الخلف بشكل سلس وبشكل سهل، وبالتالي منتخب اليمن هنا ينقلون كرة عالية، محاولة الجري خلف الكرة من جانب صابر العبيدي. هنا محاولة تقطع الآن، عبد الرحمن عبد الرحمن ينقل كرة، عادل يا عادل، وسقط عادل، وضربة حرة غير مباشرة وورقة صفراء لعادل عباس. ورقة صفراء. شكرا يعلم في الحيلة لدى هذا اللاعب عادل عباس، والمحاولة تنقل إلى الأمام لكن سيطرة دفاعية من المنتخب اليمني. الهدف في هذه المواجهة يلف الدفاعات. هل هنالك راية؟ انفراد بوضاح، فرصة جول، ركنها على يمين حارس المرمى وضاح أنور، انطلق بشكل رائع وتوقيت للانطلاقة أكثر من رائع. والآن الكرة ستلعب في آخر المرمى، مرت ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. التعادل السلبي أو عفوا تقدم المنتخب، والرأسية موجودة حاضرة في هذه اللحظات. محاولة الآن تعود، محمد نعمان، تدخل وحكم المباراة يعطي استمرارية في اللعب. أنور الطريقي في كرة، أنور يحاول ينقلها بالقدم اليمنى، ممتازة، دخل عادل عباس وسدد، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أضاعها عادل عباس، كان من الممكن أن يضعها في المرمى، لكن عادل عباس هنا أضاع هذه الكرة، والكرة وصلت إلى ضربة مرمى. لاحظ هنا إلى خارج كي نعرف ما سيكون على تنفيذ هذه الكرة. المحاولة في منطقة الجزاء إلى الآن، المحاولة عند حسام بوهني، وهنا النقلة مرة أخرى، فرصة يمنية، إعادة الكرة، الوصول إليها، لا زالت الخطورة من جانب المنتخب اليمني. عبد الرحمن الخضر، الله، محمد جابر الهندي يعيد أسود سبا إلى المباراة، يعيد المنتخب اليمني إلى نقطة التعادل، وبالتالي فرحة يمنية في هذه اللحظات. خطأ من حارس المرمى استغله محمد جابر الهندي، متابعة رائعة كانت في منطقة الجزاء، ومحاولات في هذه الكرة تأتي الآن على الجانب أيضا، نقلة يمنية على العودة والتهدئة. محاولة تصل الآن إلى اللاعب عصام ردمان، تدخل على عصام لكنه لا زال يلعب كرة باتجاه محمد البرواني، فرصة الآن، تأخر محمد البرواني لكن الراية أنهت كل الجدل، وبالتالي تسلل على محمد هدفين مقابل 3. هنا محاولة عبد الرحمن الخضر، يفكر دائما التسديدات البعيدة التي دائما ما تكون. محمد البرواني يلعب الكرة ممتازة، ولكن المتابعة موجودة من الكرة تنقل. محمد البرواني لو ركز قليلا لوضع الهدف الثاني. تسديد باتجاه المرمى، لكن في انتظار أن تلعب الهدف الثاني، وكرة تلعب وتبعد إلى ركنية. كانت المنتخب السعودي، هذه كرة تنقل، محمد البرواني يتابع الآن ربما خطورة المنتخب اليمني، مرور محمد البرواني يشاهد، ينقل كرة في الخارج. المحاولة الآن تصل، أنور، فرصة، الله، في صالح المنتخب اليمني، نقلة طويلة، وهنا حارس المرمى بوهني ملائم وغير ناجح، والمنتخب اليمني أخذ مكانه في أرضية الملعب. محاولة ورأسية، وهنا كرة أمام المرمى تصطاد ومطالبة بضربة جزاء، لكن لمصلحة المنتخب. وهنا محاولة وعصام ردمان، عملية المرور، أو محمد البرواني، هو ركلة جزاء، ولكن هنا يقول حكم المباراة خطأ. المساعد رفع الراية، لا نعلم ماذا يجري، لن يشير حتى للتسلل. هل لمست الكرة يد المحاولة عند حسام بوهني، وهنا النقلة مرة أخرى، فرصة يمنية، إعادة الكرة، الوصول إليها، لا زالت الخطورة من جانب المنتخب اليمني. عبد الرحمن الخضر، الله، محمد جابر الهندي يعيد أسود سبا إلى المباراة، يعيد المنتخب اليمني إلى نقطة التعادل، وبالتالي فرحة يمنية في هذه اللحظات. خطأ من حارس المرمى استغله محمد جابر الهندي، متابعة رائعة كانت في منطقة الجزاء، ملائم وغير ناجح، والمنتخب اليمني أخذ مكانه في أرضية الملعب. محاولة ورأسية، وهنا كرة أمام المرمى تصطاد ومطالبة بضربة جزاء، لكن لمصلحة المنتخب.